بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حبيبنا الشطار، أخبارنا إيه؟ يا رب نكون بخير كده إن شاء الله، ونكون بنذاكر عشان نرضي ربنا ونرضى أبونا وأمنا كده، وتعبوا معانا طول السنة، الله يبارك لكم. فنذاكر كده عشان ربنا يكرمنا. خلاص إيه هانت يا شباب؟ فأنا عارف إن أنتوا تعبتوا طول السنة، فاتت كتير ما بقى إلا القليل. خلاص يا حبيبي، يوم وفي التاني والايام بتجيب بعضها، وهتلاقي الامتحانات خلاص خلصت، وتاخد بقى راحتك مع نفسك. بص يا باشا، في الفيديو دوت ان شاء الله نحل مع سيادتك امتحان الوزاره بتاع السنه اللي فاتت 2023. زي ما عملنا معاك في علم النفس والاجتماع، هنعمل معاك في الفلسفه وفي المنطق ان شاء الله. تعال نشوف السؤال كان بيقول لك ايه. فالمراحل ده سؤال اساسي زي ما اتفقنا. مجتمعنا اصبح الان مثل الاعمى المهووس بازدهاره الاقتصادي وتقدمه التقني. ادي اول جزء عندنا. ما دمنا هنتكلم على التقدم العلمي والتقدم الطبي التكنولوجيا يا باشا، التقدم العلمي هتروح لمرحله من الاثنين. ما دام كلامك على العلم وعلى التقدم العلمي وزور العلم، اما مرحله استغلال وسيطره او قهر واستبداد. طب الفرق بينهم ازاي؟ مثل ما اتنين فيهم علم وتقدم علمي، لو الحاجه ايجابيه وكويسه يبقى استغلال وسيطره يا معلم. حاجه بقى منيله ب 60 نيله، ودي اسوأ المراحل، هي القهر والاستبداد. ما انت عند سيادتك التقدم التقني على التقدم العلمي، ما يمتلكه من ثراء مادي مبهر لدرجة أنه فقد القدرة على البقاء بصحة جيدة. أدي أول السلبيات. هو ما أدى إلى اختلال التوازن الطبيعي للبيئة، وقضى على مظاهر الحياة في كثير من النواحي. اختلال التوازن الطبيعي قضى على مظاهر الحياة، حيوانات انقرضت، والحاجات السلبيه كلها بروح على طول لمرحله ايه يا باشا؟ القهر والاستبداد. طب تمشي بقى اي حاجه من الاربعه اللي عندنا دي يا مستر، نتائجها ايه؟ استغلال كل مقدرات الطبيعه والبيئه لمرحله الاستغلال والسيطره. مواجهه العبث والتلاعب بعناصر البيئه، ده الاحترام والصون. طب الخضوع والخنوع لقوى البيئه الطبيعيه، ده التقديس والتاليه. اول مرحله. اصبح الاجابه المنطقيه اللي عند سيادتك رقم ب، اللي هي ايه يا استاذنا؟ المعاناة من عداء الانسان للطبيعة. سؤالنا الثاني قال لسيادتك نهر النيل في الاراضي المصرية يعد مصدرا للخير، حيث استغل المصريون قدماء الفيضانات السنوية، وكانوا من اوائل الشعوب التي مارست النشاط الزراعي. هنا بنكلم سيادتك على واحد يكشف ما سبق احدى الفكر البيئة الذي يرى أن، هنا بيكلمك ان المصريين هم اول ناس اشتغلوا بالزراعه. هنا بنتكلم على تاثير البيئه ايه يا استاذنا على شغل الناس. رحت لابن خلدون. فتعال نشوف بقى مين من الناس دولت، وفين ابن خلدون في الكلام ده. خلاص وصلنا للكلام دوت. ابن خلدون تاثير البيئه على احوال البشر يمشي، تمشي، بس زي ما قلت لك تميز الانسان عن سائر المخلوقات. لا ده مش ابن خلدون اللي قال الكلام ده اللي قال الكلام ده هانز يوناس، لما لك الانسان بيتميز عن المخلوقات بالوعي. سلامة البيئة ترادف لسلامة الانسان، ده علي بن رضوان زي ما قلت لسيادتك اللي اتكلم عن الامراض والاوبئة. المساواة بين الانسان وسائر الكائنات الحية، ده كان لاوتسي. ممكن برضه يمشي كمان الدو ليوبولد بتاع اخلاق الارض، المساواة بين سائر الانسان وسائر الكائنات الحية. ابن خلدون يا باشا كان في اول سؤال تأثير البيئة على احوال البشر. ثلاثة، تقول أليكس ووكر المؤلفة الأمريكية الحيوانات في العالم موجودة لأسباب خاصة بهم. طبعا انت أول ما تلاقي كلمة الحيوانات تجري جري تروح ندور على فين يا جدع بيتر سينجر، فين يا جدع توم ريجن. ولا بيتر سينجر موجود ولا توم ريجن موجود. صح الكلام؟ يبقى تركز بقى في السؤال، الله يبارك. الحيوانات في العالم موجودة لأسباب خاصة بهم. هم ليهم يا معلم وضع خاص بهم. بس تعالى كمل بقى. لم تخلق الحيوانات للبشر، كما لم يخلق السود لخدمة البيض أو النساء لخدمة الرجال. محدش اتخلق لخدمة حد، كل واحد وليه احترامه. أيوة، احترامه ليه؟ لذاته، احترام القيمة الذاتية ليه. طب مين قال الكلام دوت؟ هانز يوناس اتكلم على أخلاق المسؤولية، وعلى إن الإنسان مسؤول عن الأجيال القادمة. دانيال كلاهان اتكلم في الحفاظ برضو على حقوق الأجيال القادمة. ألدو ليوبولد اتكلم على أخلاق الأرض زي ما قلنا لك. قال لك يحترم الشيء لذاته من غير مصلحة أو منفعة، اللي رفض النظرة البراجماتية هو عمنا أرنينايس صاحب مبدأ الأيكولوجيا العميقة. فأربعة قال لك صون البيئة واحترام عناصرها
لابد أن ينبع من أساس إنساني أخلاقي يتمثل في رغبة الإنسان الداخلية في تغيير مواقفه حيال الطبيعة وعلاقاته بها. حلو، نعمل كده ازاي بقى؟ تعال نكمل السؤال. وما يتم من خلال غرس فهم جديد للعلاقة المتوازنة بينه وبين الوسط الحيوي. الله ينور عليك. هنعمل كده ازاي؟ لما نغرس فيه فهم جديد، لما نفهمه، لما نعرفه. هل قلنا لك نخصص جزء من موردنا اتكلمنا على فلوس ولا حاجة عشان نحافظ على البيئة؟ طب بحث علمي، تنمية مواردنا الطبيعية، نعمل أبحاث وتجارب. طب السؤال اللي كلمك بالله عليك على قوانين أو تشريعات نحطها في السؤال. غرس فهم جديد يعني ننمي الوعي البيئي وننشر الثقافة البيئية. 5. يقول الشاعر محمد فاضل سليمان: دخان المصانع يؤذي الأنام ويسبب شتى ضروب السقم، وسيل النفايات في كل عام يهدد كوكبنا بالفناء. كتر خيرك يا عم فاضل. قال لك احنا بنكلمك على دخان المصانع بيأذي الأنام اللي هو بيأذي البني آدمين وبيسبب لك شتى ضروب السقم اللي هو المرض، وسيل النفايات اللي هو مخلفات المصانع في كل عام بيهدد كوكبنا بالفناء. أيا من المقترحات الآتية تعالج الممارسات السلبية السابقة: استخدام الآلات غير المطابقة للمواصفات. يا راجل ده هتخرب الدنيا أكتر ما هي خربانة. تخصيص جزء من مواردنا لتصنيع المبيدات الكيماوية ما لها أي علاقة بالسؤال. إنشاء المصانع خارج المدن وتشغيلها بالطاقة المتجددة. والله تنفع بس كده استنى. ده رفع الكفاءة الإنتاجية للمصانع برضو تنفع بس كمل. وزيادة النفايات الضارة. ما تقراش نص الإجابة وتجري. أصبحت إجابتي الواقعية والمنطقية زي ما قلت لك كانت رقم ج فعلا: إنشاء المصانع خارج المدن وتشغيلها بالطاقة المتجددة. تعالى سؤالنا رقم 6. ذكرت سوزان يوسف بغدادي إن أهم المشكلات اللي تؤثر على البيئة هي إيه يا عمنا؟ هي الأمية البيئية. تتضح في سلوك المتعلمين. ده الكلام عليك انت بقى، خد بالك، لاحظ ان كلامك جارح. العداء نحو بيئتهم وتؤثر في احداث اخلال في التوازن البيئي والذي يعرض حياة الانسان والكائنات الحية للخطر الجماعي. يقترح للقضاء على الامية البيئية بين الطلاب عشان سيادتك كطالب ما تبقاش جاهل بالبيئة وخطر البيئة والتلوث. نعمل مع سيادتك ايه؟ وادلك اختيارات. نعمل لسيادتك اقرار تشريعات وقوانين تجرم اخلال بالبيئه. لما نشوفك بترمي كيس الشيبس اللي بتاكله في الشارع ناخدك نرميك نديك على قفاك ونرميك في السجن. طبعا مستحيل. الاهتمام بالتعاون الدولي لحمايه صون البيئه. انت مش هتتعاون مع حد يعني، مش هتسافر ولا حاجه. ممارسه انشطه مدرسيه لتعديل السلوك البيئي. تمشي في ايه يا عم شريف؟ يعني انشطه مدرسيه يعني اعمل ايه؟ يعني نظف الجنينه مثلا بتاع سيادتك عشان تبقى مثلا بيئه نظيفه. الاهتمام بالبحوث العلميه، تنميه الموارد البيئيه. الطالب مش يعمل بحث علمي ولا حاجه. اصبحت اجابتك يا حبيبي المنطقيه هي رقم ج، الا وهي ممارسه الانشطه المدرسيه اللي بتعدل السلوك البيئي. تعال على الباب الثاني: الفلسفه واخلاق البيوتيقه. تعال في رقم 7. يقول سيد جويك ان تفضيل المذهب النفعي. امسك في الكلمتين دول الاول على اساس ان النظريات تساعدنا في حل التناقضات بين التزامات الضمير وبين المبادئ الاخلاقيه للوعي العام التي لا يمكن حلها. مذهب النفعي يدلل القول السابق على احد معالم ارتباط البيوتيقى بالفلسفه، وهي وادى لسيادتك 4 اختيارات قدام منا. تعال نشوف كل اختيار كده ونشوف ينفع ولا ما ينفعش. اولا مناقشه قضايا الثوره البيولوجيه. لو كان جاب لي في السؤال مشكلات التقدم البيولوجي زي زرع الاعضاء، اغفال المفاهيم الاخلاقيه القديمه، اوعى تختارها لان علاقتها ما اغفلتهاش، هي طورت المفاهيم الاخلاقيه القديمه واحيتها ما اغفلتهاش. دور الفلاسفه في نشأة البيوتيقى. لو كان كلمنا عن مؤتمرات اتعملت عن فيلسوف قال حاجه معينه بالاسم عن البيوتيقى، لكن هو قال لك المذهب النفعي يعني التاكيد يا مستر على الواقع العمل الواقعي. طب دي اي حاجه يا مستر اللي هو البيوتيقى. تاني حاجه في علاقه في الطابع الفلسفي الفكر البيوتيقي. 8 قال لك قيام فريق من جامعه هارفارد
بجمع آلاف من العينات الحيوية لمواطنين صينيين عام 97 بغرض استغلالها. جمعنا عينات حيوية من مواطنين، وذلك بالتواطؤ مع أحد الباحثين الصينيين اللي باع ضميره وباع بلده، اخص عليك خيبة الله عليك، مبررين أن هذه الدراسة، امسك أدي تاني مفتاح لسيادتك، هتسهم في الرقي بالرعاية الصحية المقدمة لهم. وبعد افتضاح الأمر اكتفى مدير جامعة هارفارد بالاعتذار لحكومة الصين عن هذا العمل غير الأخلاقي. يخالف ما سبق، اللي فات ده كله بيخالف واحدة من الأخلاقيات. جمعنا عينات عشان نعمل دراسة. هل هي يا مستر العيادة ما كناش بنعالج الناس، مش طبيب عالج مريض؟ هل هي سياسة صحية يا مستر الدولة ما عالجتش حد؟ هل هي منظومة علاج ما كانش في مريض بنعالجه زي ما اتفقنا؟ لكن كل اللي عملنا لما ناخد عينات ونعمل دراسات ونعمل أبحاث ونعمل تجارب، هو ده اللي اسمه أخلاقيات البحث العلمي. قال له في رقم 9 عملية فقد الإدراك بشكل كلي وتوقف الحركة الإرادية والتنفس والقلب، ده مد دماغ خد بالك، وغياب سائر المنعكسات لا تستجيب لها العين. بس هو ماليش دعوه بالسؤال خالص، اللي فات ده كله مد دماغ، بس ماليش دعوه بالسؤال، لانه حط تحت جمله: يراها البعض فرصه للاستفاده من انسجه جسم واعضاء هذا المريض لاطول فتره ممكنه عن طريق الاجهزه الداعمه ونقلها الى مرضى مصابين بالفشل في هذه الاعضاء. وهحط لك خط تحت ايه يا باشا؟ تحت جمله بيضاء: بناخد عضو من بني ادم نزرعه في بني ادم تاني. الله ينور عليك. فاحنا عملنا كده يا استاذنا ايه؟ زرع الاعضاء. تمام يا حبيبي. ولا بقى ليها علاقه بمد دماغ زي ما قلت لك، ولا فيها استغلال للاجنه، ولا فيها الماهيه ايه يا استاذنا الانسانيه. كان سؤالنا هنا على زرع الاعضاء، ودي احد مشكلات الثوره البيولوجيه، لان للاسف اتحولت من زراعه اعضاء الى تجاره اعضاء. لكن لو سالك على الجزء الاولاني ده موت الدماغ خلاص. طب اختار حاله نباتيه امتى يا مستر بالمره بقى؟ لو سالك على حاله غيبوبه، ماشي، بني ادم بيعيش بالمحاليل، ما يقدرش يعمل ردود افعال اراديه، كل ده شرحنا حاله الغيبوبه، دي الحاله النباتيه. طب قيمه الحياه يا مستر لما نجرب على الاطفال الاجنه، لما نجرب على المشاوير عشان ننقذ ناس تانيين، لما نقتل ناس، نعدي الناس، كل ده قيمه الحياه. لازم نحافظ على قدسيه الحياه وعلى احترام الحياه حبيبي. بالمره بما ان السؤال كان على الجزئيه ديت، تعالى في التحري الوراثي، برضو من الحاجات المهمه اللي بيجي لك عليها اسئله اخر السنه، بتجي لك برضو باستمرار. مشكلات التحري الوراثي 4 مشكلات. التمييز على اسس جينيه، اختار امتى يا مستر؟ لو سؤالك بيتكلم على واحد اتحرم من التعليم واتحرم من التوظيف، اتحرم من التامين عشان عنده شويه خلل او اضطرابات ليس الا مع عمل مع تعليم مع تامين، شقلت كده حقوق اساسيه. طب التفرقه في المعامله الحاجه الثانيه اختارها امتى؟ لو بنتكلم على حرمان من العمل بس، عمل بس، دي تفرقه في المعامله. عمل وتامين زي ما قلت لك، تمييز على الاسس الجينيه. المشكله الثالثه اليوجينيا يا مستر، علم تحسين النسل يا ستي، البقاء للافضل. ايوان، البقاء للافضل. فاكر لما نمارس ضغوط سياسيه او اجتماعيه عشان الناس اللي جيناتها الوراثيه تمام يتجوزوا ويخلفوا، جيناتهم زي الزفت، ولا يتجوزوا ولا يخلفوا، ده ممكن حتى يعملوا حتى تعقيم ليهم، ولو واحده حتى حامل نعمل لها اجهاض، دي اسمها اليوجينيا حبيبي. اما يا باشا الحتميه الجينيه، لما نقول لك ان سيادتك خدت كل صفاتك بالوراثه، صفاتك الجسميه وراثه، لكن بقى في صفات كمان عقليه واجتماعيه، يعني الواحد مجرم عشان بالوراثه مجرم. اما قال لي سيادتك بقى في سؤالك 10 ان اشكاليه الاستنساخ واختيار الجنين والتحكم في الولادات وكذلك الاجهاض، ايوه، قد أدى خدمات عظيمة لأصحاب السلطة. أدي تاني مفتاح، حيث يتم تحديد من له الحق في الحياة والوجود ومن له الحق في الموت، في الحياة والموت كمان. فأصبح العلم كممارسة ينتج ويستعمل حسب إرادة أصحاب السلطة. ركز وتحت منه خط كده: من يتولد، من يموت، من يتجوز، من يعيش. هل كلمناك على وظيفة أو على تأمين أو على تعليم عشان اختار التمييز على أسس جينية؟ هل قلت لك إن صفاتك مسؤولة عن سلوكياتك؟
جيناتك الوراثيه مسؤوله عن سلوكياتك، ما قلنالكش. طب حرمناك من العمل عشان تعرف تفرق في المعامله، ما قلنالكش. لكن كل اللي قلناه يا حبيبي ان احنا هنختار الناس على مزاجنا وكيفنا بحجه البقاء للافضل زي ما قلت لك، ودي اللي تنفع مع ايه؟ اليوجينيا. سؤال 11 حلو، السؤال ده كان برضو كويس جدا، جه برضو في الهندسه الوراثيه. ما انت عندك الهندسه الوراثيه ليها مشكلتين، الجينوم البشري والاستنساخ. الجينوم البشري معرفه الجينات الوراثيه اللي ممكن منها تتنبأ الامراض بتاعتك في المستقبل، وده ليه ايجابياته وليه سلبياته. الاستنساخ نحاول نعمل انسان من انسان، وده حسبي الله ونعم الوكيل، كله سلبيات. طب شوف سؤالك بيتكلم على ايه، وخد بالك برضه من الاستنساخ ومن الجينوم البشري السنه دي ومن سلبيات الجينوم البشري. ماشي يا استاذنا، وازاي نعالجه؟ في 11 قال لسيادتك يقول واتسون وكريك ان باستطاعه الانسان حقا فك رموز الحياه والتحضير لقانون يفسر قواعد التكاثر لدى الكائنات الحيه، مما يسهم في بعث غريزه الانسانيه الساعيه الى خلق كائنات ليست من الافعال الطبيعيه. المفتاح عندك هنا، احنا عايزين نعمل كائنات مش طبيعيه، كائنات حيه يسخرها الانسان لذاته الطامعه بالسياده المطلقه. لما نخلق كائنات احنا من عندنا حاشا لله، احنا بنعمل ما يسمى الاستنساخ. طب في الاستنساخ يا مستر ما فيش ولا حاجه عندي الا 4 في الاستنساخ بقى يا مستر. تعال بص يا حبيبي، الاستنساخ ليه اسمين. هل الاستنساخ ينفع يسمى الشفره الوراثيه؟ ما ينفعش، ده هندسه وراثيه. طب الاستنساخ طبعا مستحيل يسمى اجهاض الاجنه، طبعا مش مستحيل. ولا يسمى التنبؤ الوراثي، ده لما يتنبأ بالامراض في المستقبل. يعني يا عم شريف، انت عايز تقول لنا ان الاستنساخ ممكن يجي لي تحت مسمى صناعه نماذج؟ الله ينور عليك، لان انا بعمل نموذج طبق الاصل من الشخص اللي باخد منه الماده الوراثيه. او برضه خد بالك ممكن يسمى باسم تاني، التوالد اللاجنسي. سؤالنا رقم 12 كان اخر سؤال عند سيادتك في البيوتيق، ما جت فيها 6 اسئله زي ما اتفقنا. جاوب فيها على معايير الاخلاقيات الطبيه الحديثه، خد بالك برضه من 4 المعايير دول، وخد بالك برضه من الموافقه المستنيره. تعال نشوف 12. يمارس الطبيب مهنته بشكل يومي، وهذا ما يجعله يتابع العديد من المرضى في كثير من الاوقات، وعلى صعيد الممارسه اليوميه يجب متابعه جميع المرضى دون التحيز والمحاباه لمريض بعينه، كما يقوم بواجبه ويوزع وقته فيما بينهم دون مراعاة لاعتبارات السن أو العقيدة أو الانتماء السياسي. يبرر ما سبق مراعاة الطبيب لإحدى معايير الأخلاقيات الطبية الحديثة، وهو أنت عندك 4 معايير. أولهم المنفعة، تعمل كل من الخير ومصلحة المريض وتجيل عنه أي ضرر، وتبقى كمان المنفعة العامة كمان تبقى أحسن ما أعمل وقاية وحماية، ساعتها نختار المنفعة وخير المريض. عدم الحاق الاذى، ما تضرش المريض ولا اذيه. هنا يجي لك في سؤال حاجه سلبيه الطبيب عملها، مثلا اداله حقن الدنج زياده، ادوات ملوثه ولا حاجه، ده عدم الحاق الاذى. 3 احترام الاستقلاليه الفرديه، مفيش قيود عليك ولا اجبار عليك. اختار لما اقول لك واحد بيختار بكامل ارادته بكامل رغبته من غير ضغوط، بختار ساعتها ايه يا استاذنا؟ احترام الاستقلاليه. 4 المساواه والعدل، لما نعامل الناس كلها بمنتهى العدل، منتهى المساواه، ما نميزش في التعامل بين الناس، ما يبقاش في عنصريه بيننا وبين بعضنا. دي يا حبيبي ال4 عناصر بتاع الاخلاقيات الطبيه الحديثه. طب تعالى نشوف السؤال بيتكلم عن انهي فيهم. لو بصينا للسؤال يا باشا وبص كده من السطر الثاني، ويقول لسيادتك يعامل جميع المرضى دون التحيز والمحاباه لمريض بعينه، يبقى الكل سواسيه. ونكمل تاني، يوزع وقته فيما بينهم دون مراعاة لاعتبارات السن أو العقيدة، يعني عايز يقول لك كده المساواة والعدل. احترام القرار الإرادي للمريض، مقصود بيها احترام الاستقلالية الفردية، ما تنفعنيش. فعل ما فيه الخير للمريض، يعني المنفعة. عدم الحاق الأذى، ملوش أي علاقة. لكن حبيبي لما تلاقي نفسك تجنب التمييز بين مرضاه، يعني يكون في عدل، يكون في مساواة في التعامل، اللي هو المساواة والعدل، المبدأ الرابع من معايير الأخلاقيات الطبية الحديثة.